منى، تعرفي مين هو الإسكندر الأكبر؟ بصي يا ستي، في نهاية العصر الفرعوني مصر تعرضت لأخطار كتير، كان من أهمها الإسكندر الأكبر. وكمان الإسكندر الأكبر ده يعتبر قائد يوناني حكم مصر هو وحلفائه، وفضلوا يحكموا مصر لمدة 3 قرون. طب لما اسكندر الأكبر جه مصر عمل ايه؟ بص، لما اسكندر الأكبر جه مصر قال ان هو عايز يوسع الامبراطورية من تحت عشان تبقى امبراطورية كبيرة، وكمان كان بيجيب الاكل بتاع الجيش من المصريين. يعني كان عمل ايه؟ طبعا مصر كان في الوقت ده كانت اكبر انتاج للقمح، فعشان كده كان بياخد الغذاء للجيش بتاعه من مصر. وكمان ان هو قال ان هو هيبني مدينة الاسكندرية. طب هما المصريين رحبوا بيه ولا عملوا معاه ايه؟ بصي يا ستي، عشان المصريين يتقبلوا حكم الاسكندر عليهم، اول حاجه الاسكندر عملها ان هو قال لا، ان هو هيحترم الديانه المصريه، اي كانت ايه هي الديانه فهو هيحترمها، مش هيشتم في الديانه ولا هيعمل اي حاجه فيها. طيب تاني حاجة عمل للاسكندر ان هو خد بعضه وراح زار معبد امون، ومعبد ده كان في الوقت ده كان في واحد سيوة. وبعد من كده الاسكندر مات عام 323 يعني 323 قبل الميلاد. طيب مين هم البطالمة؟ بص يا ستي، البطالمة دول حلفاء الاسكندر الأكبر، يعني تولى الحكم بعد الاسكندر الأكبر ما مات. وكان النظام الحكم عندهم كان نظام ملكي مطلق. طيب الملك البطلمي كان عبارة عن ايه؟ قال لي هو المسؤول عن إدارة كافة شؤون البلاد، يعني هو المسؤول بقى عن الحياة السياسية والاجتماعية والدينية. وكان المصريين ساعتها في الوقت ده ما كانش ليهم اي دور في حكم البلاد، يعني كانوا مسلمين ايديهم خالص، يعني اللي كان ليهم حكم البلاد هو الملك البطلمي، انما المصريين ما كانش ليهم اي دور خالص. طيب هو مين اللي جه بعد الاسكندر الاكبر على طول وتولى حكم البلاد؟ بصي يا ستي، اللي جه بعد الاسكندر الاكبر على طول واحد اسمه بطليموس الاول. ده جه بعد الاسكندر الاكبر ما مات على طول، وده اسس دولة البطالمة. وطبعا احنا قلنا الاسكندر الاكبر كان بنى مدينة الاسكندرية، كان بيبني فيها، فجه بطليموس الاول وبدأ ان هو يكمل في بناء الاسكندرية. اخر واحدة في ملوك البطالمة تولت حكم مصر بعد الاسكندر الاكبر هي مين؟ واحدة اسمها كليوباترا السبعة. دي جت بعد ايه؟ دي كانت تعتبر اخر ملوك دولة البطالمة. وكمان مصر بعد هزيمتها في معركة اكتيوم البحرية اصبحت ولاية رومانية. طيب البطالمة لما جوهم مصر عملوا ايه فيها؟ بصي يا ست، البطالمة لما جوهم مصر عملوا طبعا أعمال كتيرة. أول حاجة كان ليهم اللي هي الجيش، طبعا البطالمة اهتموا بالجيش كتير واهتموا بالأسطول. طيب تاني حاجة ليهم إن هم اهتموا بالتعليم والثقافة، طبعا بنوا حاجة اسمها جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. طيب تالت حاجة برضو البطالمة اهتموا بيها، اهتموا بالزراعة، فحفروا الترع وحفروا القنوات وأدخلوا محاصيل جديدة زي العنب والزيتون. وطبعا احنا عارفين اللي هي نظام السقية، ندخلوا برضو السقية، مثلا الجاموسة بيبقوا رابطين او البقرة بيبقوا رابطينه في قلب السقية، والسقية تدور علشان ايه؟ ترفع المية للأرض، هي ديت السقية. طيب ايه تاني؟ قال لي جابوا من بره برضو ايه؟ حيوانات جديدة دخلوها لمصر، ديت بخصوص الزراعة والجيش والتعليم. طيب رابع حاجة اهتموا بالصناعة، فازدهرت الصناعة، وكانت عندهم صناعات اللي هي المنسوجات والزجاج والعطور. طيب آخر حاجة اهتموا بيها البطالمة هي التجارة، طبعا عملوا حاجة اسمها منارة الإسكندرية، علشان المنارة دي عملوها علشان ترشد السفن بالليل. طيب ايه تاني؟ ان هو اي تجارة هتعدي هيرفضوا عليها ايه؟ رسوم، علشان ياخدوا فلوس منها، فكان فرض الرسوم على التجارة الخارجية. يبقى البطالمة اهتموا بالجيش والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة. طب هما ليهم حاجة موجودة هنا علشان نفتكرهم بيها؟ اه طبعا عملوا حاجتين، اول حاجة عملوا معبد ادفو، تاني حاجة عملوا منارة الاسكندرية. طب ايه هي سبب سقوط دولة البطالمة بقى؟
اول واحد ان الشعب المصري قام بثورة ضدهم. تاني حاجة ان ضعف الملوك اللي جم بعد بطليموس الثالث. طبعا الملك لما يبقى ضعيف بيبقى شخصيته قوية، غير ان بيبقى شخصيته ضعيفة. طبعا اللي بيبقى شخصيته قوية بيقدر يحكم البلاد، انما اللي شخصيته ضعيفة فالناس كلها ما بتحترمهوش. دي حاجة. طيب تالت حاجة ان روما بدأت تتدخل في شؤون مصر، وكمان هزيمة كليوباترا السبعة على يد الرومان في معركة أكتيوم البحرية. يبقى أسباب سقوط دولة البطالمة عندنا أول حاجة إن الشعب المصري قام بثورة ضدهم. تاني حاجة ضعف الملوك اللي جم بعد بطليموس الثالث. تالت حاجة تدخلت روما في شؤون مصر، وهزيمة كليوباترا السبعة اللي هي آخر ملوك البطالمة على يد الرومان. الدرس جميل جدا. لو ليكوا اي سؤال ياريت تكتبوه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وهبقى انزل ليكوا اسئله.